يصعد سيادة الرئيس المصري محمد مرسي ويصافح الرئيس الإيراني أحمدي نژاد تمهيدا لتسليم رئاسة قمة عدن الانحياز للرئيس الإيراني. من حاتم ده حاتم دي امتياز فرايز. راح كلمني هنا كلمني هو حيكلمني بس انا حتى حيكلمني channel I put it on English, but I think we haven't started speaking. Once we start speaking, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We have the honor to invite His Excellency the President of Egypt. السيد رئيس جمهورية مصر العربية دكتور مرسي اللي يدلي ببيانه الافتتاحي لافتتاح الجلسة. In the name of Allah, the most benevolent. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السيد الرئيس محمود أحمدي نژاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السادة أصحاب السمو والفخامة الملوك والرؤساء، السادة رؤساء الوزراء والوزراء ورؤساء الوفود، السيد ناصر عبد العزيز رئيس الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بان كيمون أمين عام الأمم المتحدة، السادة السفراء والضيوف، السيدات والسادة الحضور جميعا، أعلن افتتاح القمة 16 لحركة عدم الانحياز. يسعدني أن أشارك معكم اليوم في فعاليات القمة 16 لحركة عدم الانحياز، تلك الحركة التي نجحت في تحويل رؤى آبائها المؤسسين من مبادئ إلى أفعال، ومن فكر إلى سلوك، ومن مكمن ضعف إلى طاقة قوة على الساحة الدولية. خواسته‌های مؤسسین اون رو اجرا نمایید. در ابتدا مایل هستم که تشکر خودم رو به نسبت به جمهوری اسلامی ایران به خاطر میزبانی این اجلاس اعلام نمایم. لها كما لا يفوتني أن أجدد الشكر إلى جمهورية كوبا
على ما قدمته من عمل صادق لدفع مسيرة حركة عدم الانحياز خلال فترة عضويتها بترويكا الحركة في الأعوام 9 الماضية، وأن أرحب بعضوة الترويكا الجديدة الجمهورية البوليفيرية الفنزويلية، والتي ستستضيف القمة 17 للحركة في عام 2015 إن شاء الله. كما أود أن أرحب وبكل حب وإخلاص وبشكل خاص بالسيد بان كيمون أمين عام الأمم المتحدة، والسيد ناصر عبد العزيز رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أثني بحق على مشاركتهما في فعاليات هذه القمة الهامة التي تنعقد في طهران. نجتمع اليوم في واحدة من أهم اللحظات في تاريخنا المعاصر بعد ثورة مصر، بعد ثورة الشعب المصري السلمية التي كانت بدايتها قبل ذلك بسنوات، ولكنها تبلورت في 25 من يناير في عام 2011، حيث تحرك المصريون على قلب رجل واحد ليغيروا نظاما استبد بهم وكان دائما لا يتحرك لمصلحة هذا الشعب. استطاع المصريون بفضل الله ثم بتضامنهم ووحدتهم أن يعبروا مرحلة انتقالية صعبة فيها الكثير من التحديات، وكانت وحدة الصف ووحدة الفعالية ووحدة الأهداف وقوة الأداء وسلمية هذه الثورة وانضمام الشعب والجيش وتوحد هذه الفعالية بين جيش مصر الأبي وبين شعبها صاحب التاريخ الطويل في النضال وفي الجهاد وفي مقاومة كل أنواع الظلم والاستعمار. ولعل بدايات حركة دول عدم الانحياز كانت أيضا بمشاركة فاعلة من مصر بقيادتها حينئذ التي كانت تعبر عن شعبها، فلقد كان عبد الناصر حينئذ يعبر عن إرادة الشعب في كسر الهيمنة الخارجية على إرادة الشعوب الناهضة في ذلك الوقت. لقد مثلت الثورة المصرية في 25 من يناير حجر الزاوية بالنسبة لحركة الربيع العربي، حيث كانت قبلها بأيام قلائل ثورة تونس، ثم تلا ذلك ثورة ليبيا واليمن، والآن ثورة سوريا على النظام الظالم فيها. لقد نجحت بفضل الله الثورة المصرية في تحقيق أهدافها السياسية في انتقال السلطة الآن إلى سلطة مدنية حقيقية تم انتخابها بإرادة المصريين وحدهم. الآن مصر دولة مدنية بكل معنى الكلمة. الآن مصر هي الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي يتولى أبناؤها بإرادتهم دفة أمورهم كاملة. أيها الإخوة الأحباب، الحضور جميعا، السيدات والسادة، نحن جميعا الآن
أمام تحديات جمة تواجهها دولنا الأعضاء، فالشعبان الفلسطيني والسوري يناضلان الآن ببسالة مبهرة طلبا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. والنظام الدولي الراهن يتعرض لاختبارات عديدة على خلفية الأزمة العالمية وعجز الأجهزة المعنية بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عجزها عن الاطلاع بمهامها، كما تتعرض بعض دولنا لأخطار خارجية وداخلية غير مسبوقة، وتتزايد على الساحة الدولية مظاهر التمييز والعنصرية والتعصب والإرهاب الدولي الممنهج، وتتفاقم معضلة تغير المناخ، وتزداد معاناة بعض دولنا النامية من آفات الفقر والأمراض المتوطنة. أيها الإخوة والأخوات، أيها السيدات والسادة، إن قدر حركة عدم الانحياز قدرها أن تلعب دورا محوريا في هذه اللحظات الفاصلة، فقد جاءت نشأة الحركة في أوج الحرب الباردة وفي ظل نضال الشعوب المستعمرة، حينئذ كانت للحصول على استقلالها وسيادتها، وأرست مبادئها العشرة ركائز حماية المصالح السياسية والاقتصادية، بل إن شئت وقل الاجتماعية والثقافية والدينية لشعوب دولها. وعلى الرغم من تغير الخريطة السياسية ومعها ملامح العلاقات بين الدول، بل والتركيبة الدولية برمتها، على الرغم من كل ذلك فإن الحركة قد حافظت على ثوابتها ولم تتغير بوصلتها، ولم تنحرف أبدا عن المبادئ الأساسية التي نشأت من أجلها، بل استطاعت هذه الحركة بهذا الكيان الجامع حماية مصالح الدول النامية حديثة الاستقلال، ونجح في خلق مظلة دولية. نجح هذا الكيان في خلق مظلة دولية واسعة النطاق رسخت شرعية جديدة للسياسة الخارجية لدولها، كانت وما زالت ونأمل ونصر على أن تبقى شرعية سمحت للدول حديثة الاستقلال حينئذ أن ترى منارة هدف جديد قائم على مبادئ الحياد الإيجابي ومنع التحالفات القطبية وترسيخ مفهوم الاستقلالية الصحيح.